مدايم إلا وجه الله يا عم الحاج، مدايم إلا وجه الله. ليه العوض ومنه العوض، وبدأناها بدري وبلانكات كتير حسبي الله ونعم الوكيل يا عم، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا بينا يلا. الله يا الله يا الله، أنت أروع من رمسيس، أنت أكبر من نمر. مستحيل، الحلم يتحقق. صلاح يأتي يتقدم يمر. الله الله، أهلا بكم في مهد معشوقتكم. أنا إبراهيم وهنا هنلعب فانتسي. أهلا بيكم، إيه الأخبار يا شباب؟ عاملين إيه؟ طمني عليك وعلى نقطك، رحت لحد فين ولا جيت منين؟ كابتنت مين؟ مشيت مع صلاح ولا مشيت مع هالاند ولا كنت في الديفرنشال ولا عملت إيه؟ خدنا الخوازيق بدري والدنيا لفت بينا بدري شكلنا هنعاني من بدري، باينه من بدري السنه دي. خليني اقول لك عن نفسي، انا جبت 69 نقطه. انا معايا كنت كابتن هالاند، معايا صلاح. تشكيلتي هي اللي هتشوفها دلوقتي دي، ما غيرتش فيها حاجه في اللي قلتها قالك قبل الديدلاين. كابتن هالاند كان معايا صلاح وقدوس، نفعني فان ديفين في الدفاع، وواتكنز بلانك كنت اتطرد، بالمر ما عملش حاجه، ويلسون من فولهام عمل لي اسيست، غير كده عليه العوض ومنه العوض. ايضا نفعني ان هو جاب اسيست والكلين شيت راح بسبب جون. خلينا نبص بصه سريعه كده ونشوف حصل ايه في الاسبوع ده ونفنطهم شبه ما بديناهم ماتش. خلينا نتكلم ماتش بسرعه. اول ماتش بورنموث وليفربول، 4-2 ليفربول. صلاح جون، كيتيكي جون واسيست، جابكو جون، و كييزا جاب جون. والناحية التانية بورنموث سيسينيو جاب جونين. الناس اللي استعجلت، خلينا بس ايه يعني، عشان انا الموضوع ده مضايقني قوي. الناس اللي استعجلت وجرت راحت اشترت كيتيكي، والناحية التانية اللي راح اشترى كريس وود، وفي لعيبه كتير اتباعت وفي لعيبه كتير اتشرت. لسه بدري يا جماعه. بص يعني احنا قعدنا اسبوع او اسبوعين بتحاول انك تفكر ازاي هتبني تشكيلتك عشان 3 أو 4 أو 5 جولات. انا واحد من الناس عامل تشكيله على الاقل 5 6 جولات عقبال ما افكر ان انا اعمل تغيير واستفاد ان انا احوش ال5 تغييرات بتوعي. ما اعملش سلف في الاول، ملهوش لازمه ان انا ماينس كتير. فاللي استعجل وراح جاب ايكيتي كده خسران. لسه ما فيش حاجه تبين. ليفربول كانوا وحشين شويه الشوط الثاني. جون كييزا ده جون كده يعني، لو ما كانش كده كان الماتش ممكن يخلص تعادل، او بورنموث كمان كانت ممكن تجيب تالت في مرتده. فلسه بدري. كريس وود جاب جونين وكل حاجه، بس نوتنجهام بتلعب اوحش فرقه موجوده في الدوري. دفاع برينفورد مش موجود يا جماعه. الناحيه التانيه توتنهام عملت ماتش حلو قوي. ريتشاردسون كان مفاجاه ب6.5 مليون. فلسه انت محتاج تشوف ان المستوى بتاع اللعيب ده هيثبت ماتش والتاني والتالت ولا لا. بلاش تستعجل دلوقتي في البيع والشراء، خلينا نمشي واحده. تعالى زي ما بقول لك كده، ماتش ليفربول يمكن ما فيهوش كتير. لسه طريقه اللعبه ما خدمتش صلاح بالشكل المناسب، لسه الدنيا مش احسن حاجه. فبرضه معاك صلاح خليه دلوقتي، لسه لحد ما نتاكد. معاك اي حد من ليفربول خليه. المشكله دلوقتي في فريمبونج وكيركيز، واضح ان هم مشاكل دفاعيه كبيره. خرجوا قبل الدقيقه 60 حتى، يعني ما لحقوش ياخدوا الكلين شيت. اول جون لبورنموث جه في الدقيقه حاجه و64 في يعني اخر الستينات او اول السبعينات. فحتى خرجوا هم قبل الدقيقه 60 اصلا، فما خدوش الكلين شيت. فلو معاك دفاع من ليفربول تقلق منه بسبب ان هم ممكن ما يكملوش ال 90 دقيقه. غير كده معاك اي حد قدام بقى، صلاح، جابكو، فيرتز، كيتيكي، اتقل. ولسه نشوف الماتشات اللي جايه عامله ازاي. بعديها يوم السبت عندك نيوكاسل واستون فيلا، ده كان ماتش وحش قوي. نيوكاسل عملت ماتش حلو يعني، في ظل ان مفيش ايزاك. إيلانجا ضيع فرصه، ما حرام تضيع. بس في عدم وجود ايزاك وفي عدم وجود فيرود صريح لنيوكاسل كانوا محتاجينه، لا كانوا ممكن يقدروا يفرقوا. اللي انا كنت مستغربه من استون فيلا ان ما كانش فيه، استون فيلا ما كانتش موجوده. ما قدروش يستغلوا الحاله بتاعت نيوكاسل، ولسه بدايه السيزون والماتش في ملعب الفيلا بارك. يعني كان متوقع اشوف شكل تاني الاحسن لاستون فيلا، بس ده ما حصلش. واتكنز يعني شكله هيندمني ان انا اشتريته من بدري، مع ان عندهم الماتش اللي جاي المفروض سهل. فبرضه لسه انا كده مش هعمل اي تغييرات، حتى كنت حطيته دكه وهلاعب ستيفي مكانه.
كده كده ستيفي هيلاعب ساندرلاند، فماتش هربان من الشامبيونشيب فمش فارقه. بعدين عندك يوم السبت برضو كان في توتنهام وبيرلي. توتنهام ركز مع توتنهام، عايز تاكل عيش ركز مع توتنهام، حتى لو الماتش الجاي بتاع توتنهام السيتي ركز مع توتنهام هتاكل عيش. منظومه دفاعيه ناجحه، هجوميا ناجحين، قدوس. ريتشارلسون لو كمل على المستوى اللي هو فيه ده هيفرق، لا هيفرق ديفرنشال. حتى سولانكي ممكن يجي عليه وقت نشوف ريتشارلسون وسولانكي الاثنين بيلعبوا مع بعض. ريتشارلسون ممكن يلعب مكان جونسون الناحيه الثانيه في حاله اللي هم ما جابوش ايزي ان في اللي جاي له في الماتش مع تشيلسي لسه، ممكن تلاقي ريتشارلسون وسولانكي مع بعض. فاعتقد يعني لو فورمه ريتشارلسون دي استمرت شويه اعتقد ان هو هيكمل. خش بعد كده كان عندك كان في نفس الوقت ده نوتنجهام وبرينفورد 3-1. نوتنجهام كريس وود جونين، مش فاكر مين اللي جاب التالت عشان ما اكدبش عليك الصراحه. اينا عمل اسيست. الناحيه التانية كان بيلانتي لبرينفورد، كان فيها شك يعني ان هي كمان ممكن ما تبقاش بيلانتي اصلا. بس في برضو كريس وود اوبشن تركز فيه وتفكر فيه وكل حاجه، بس خليك فاكر برضو ان نوتنجهام ان برينفورد دفاعيا وحشين يعني ما فيهمش حد انك تفكر عليه. معاك كريس وود خليه، بس ما تروحش تشتريه، ما تروحش تبيع حد عشان تروح تجيب كريس وود، لسه هو سعره غلى بقى من 7 و6 دلوقتي بدل 7.5. يعني انا بستغرب الناس اللي بتعمل تغييرات بعد اول وتاني جوله دول، ما انت مش قاعد شهر تعمل تشكيل عشان بعد جوله واحده تروح تبيع، مش منطقي يعني. بعدين عندك السيتي اللي باين يعني بالنسبه لي ان يعني 60% مفاجآت في التشكيله. ستونز يبدا اساسي، وريكو لويس يبدا اساسي. تيجاني روندز كان متوقع ان هو اساسي، بس ما كانش متوقع ان هو يقدم الاداء ده، جون واسيست وعظمه ما بعضها عظمه. هالاند جونين، وريان شاركي نزل من على الدكه جاب جون. وعلى فكره هالاند لو كان كمل ما كانش طلع في الدقيقه 72 او 74، كان يقدر يجيب تاني وتالت ورابع عادي جدا، كان ممكن يطلع له بسكور اكتر من كده. خش بعديها عندك كريستال بالاس وتشيلسي. تشيلسي وحشين، ما حسيتش ان هم قادرين يعملوا حاجه. ما كانش معايا غير بالمر. يمكن لو في حد انا ممكن افكر احط عيني عليه في تشيلسي، بس مش هروح اجيبه دلوقتي. ممكن احط عيني عليه اللي قدام هو كوكوريلا لعب 90 يعني 90 دقيقه كلهم يعتبر في ال 18 بتاعت كريستال بالاس. بس ما حسيتش ان تشيلسي هجوميا قادرين ان هم يعملوا حاجه بتهديد مباشر او بتهديد قوي يعني. بالمر كان مختفي، جواو بيدرو كان مختفي. يمكن اللي حسيت منه بحركه شويه لما نزل من على الدكه كان ديلاب. خش بعديها عندك مين تاني يلعب؟ ارسنال ويونايتد. الصراحه وعدل ربنا يقول ان اليونايتد ما يخسرش. دورجو قلت لك عليه 4.5 كرة في العارضة واليونايتد يعني أمبويمو بقى مع كونيا مع برونو، هو كان أوحش واحد في المنظومة كلها. حتى زيسكو لما نزل يعني كان فارق شوية، يعني كان فيه تهديف شوية. أعتقد لما هيبدأ أساسي الموضوع هيختلف. اليونايتد عندها فولهام الماتش اللي جاي، لو عندك أي حد من اليونايتد خليه، وحط عينك على كل النص اللي بيلعب قدام، وحط زود معاهم دارجو، وزود كمان عماد ديالو، لان انا اعتقد مع الوقت ديالو هيركب اساسي على دالوت ناحيه اليمين، يبقى دارجو شمال ودالوت ناحيه اليمين. معاك حد من اليونايتد ما تجريش تبيعه، خلي عينك عليه واستنى. تروح تشتري لا، حط عينك برضو جولتين 3 كمان، نتاكد ان هم مكملين بالفورمه دي، نتاكد ان الفورمه دي لسه بادئه معاك ماتش و2 و3، مش مجرد حاله هتحصل في ماتش او 2 ترجع تختلف. خش بعد كده عندك على اخر ماتش كان ايفرتون وليدز يونايتد، واي حد كان معاه الفيرود بتاع ليدز اللي هو بيريرو، يعني للاسف باد لك وحش جدا. الراجل طلع في الدقيقه 78، ليدز جالها يونايتد في الدقيقه 84. اللي جابوا نامتشا اللي هو نزل مكانه، الفيرود اللي نزل مكانه كيلفرت مين ملعبش مع ليدز. الناحيه التانيه في ايفرتون لسه بيبيتو لعب، لسه مش عارفين برضو. يعني معاك حد من ايفرتون زي ما قلت لك ما تروحش تشتري دلوقتي، وما تروحش تبيع حد دلوقتي سواء من ايفرتون او من ليدز او من اي فرقه عموما. ساندرلاند وويست هام.
ساندرلاند وويست هام عشان نسينا الماتش ده في النص فوق. ساندرلاند مفاجأة تكسب ويست هام 3-0 في ملعب ساندرلاند بعد عودة للدوري من أول وجديد. المدافع اللي جايب 17 نقطة، مش معنى كده انك تجري وتروح تشتري حد من دفاعهم، مش معنى كده انك تغامر وتشتري حد من هجومهم، من ديان ده اللي جاب الجون او مياد ده اللي جاب الجون بغض النظر عن اسمه. لسه يعني انت محتاج تستنى جولة واتنين تلاتة تتأكد ان الفرق دي سحب بنفس الريتم. انا بقول لك فرقة من ضمن الفرق اللي هتتفاجئ، هتلاقي تشكيلتها متغيرة. الماتش اللي جاي السيتي فرقة منهم قدام توتنهام، مستحيل جوارديولا هيبدأ بنفس المنظر. ناحية يعني عندك توتنهام نفسها من قدام السيتي ممكن تلاقي حاجة او حاجتين متغيرين. كذلك استون فيلا اعتقد ان الماتش الجاي فرصه ان هم يلحقوا يفوقوا نفسهم من بدري. واتكنز المفروض ان هو يعمل حاجه، او الفرقه كلها المفروض ان هي تعمل حاجه بعد المستوى الكارثي اللي كان قدام نيو كاسل. ده بالنسبه للي حصل الجوله اللي فاتت. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل الجوله اللي جايه. تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل او ممكن ان احنا نبص عليه هينفعنا الاسبوع اللي جاي. عندك اول ماتش برضو الديدلاين يوم الجمعة هيبقى الساعة 8:30، لان اول ماتش يوم الجمعة الساعة 10 تشيلسي وويست هام. زي ما بقولك ويست هام كانوا وحشين قوي قدام ساندرلاند، وشوفنا ساندرلاند قدر يكسب 3-0. الناحية التانية تشيلسي ما كانوش مقنعين قوي قدام كريستال بالاس. احنا يمكن ما اتكلمناش عن كريستال بالاس، ما فيش كتير تتكلم عليه. ايزي اعتقد خلاص يعني كان باين حتى من الجمهور وهو بيسلم عليه والوداعيه لما التغييره بتاعته حصلت وبتاع، فبنسبه كبيره ايزي مش هيكمل. ماتيتا ممكن يبقى اوبشن تخلي عينك عليه، وفي حاله ان ايزي مشي فممكن تحط عينك على اسماعيل صار، ده برضو في حاله ان هما الفرقه هتكمل بنفس الطريقه، او ان احنا نكمل نشوف يعني الماتشات اللي جايه بوجه عام هتبقى شكلها عامله ازاي. ويست هام تشيلسي يوم الجمعة الساعة 10، يعني الديدلاين 8:30 زي ما احنا الأسبوع اللي فات بالظبط. عندك بعديها يا سيدي يوم السبت مانشستر سيتي وتوتنهام. بص عشان على دغري كده، توتنهام ويست هام وتشيلسي، معاك حد من تشيلسي خليه، معاك حد من ويست هام زي ما انا معايا بوساكا خليه. الآية ممكن تتقلب، اللي بدأ وحش يبقى حلو، اللي بدأ حلو يبقى وحش. انا منصحش نهائي باي حد يعمل اي تغييره على الاقل في اول اسبوع او اسبوعين اللي احنا فيهم دول. كمل على الاقل 3 اسابيع وبعدين فكر انك مين تبيعه ومين ما تبيعوش. بس ممكن تحط عينك في تشيلسي زي ما قلت لك على ديلاب، لان اعتقد هياخد دقايق اكتر من جواو بيدرو بعد كده. يعني هو نزل في الدقيقه حاجه و70، اعتقد لو جواو بيدرو ما قدمش منه المرغوب ممكن ديلاب ياخد وقت اطول من كده شويه، ينزل في الدقيقه 60 يبقى عبده 30 دقيقه ولا حاجه. مانشستر سيتي وتوتنهام زي ما احنا، معاك قدوس سيبو، معاك فان دي فين ومعاك بيدرو بورو ومعاك هالاند، ايا يكن مين سيبهم يلعبوا بعضيهم، انت المستفيد في الاول وفي الاخر. وحط عينك على ريتشاردسون عشان لو فضل على نفس الفورمه. وعندك يوم السبت ماتش هربان من الشامبيونشيب بيرلي وساندرلاند، ماتش ما اعتقدش ان هو يهم حد فينا قوي يعني. عندك بورنموث وولفرهامبتون برضه يوم السبت، معاك ايفانيلسون خليه، معاك سيمينيون خليه. الناحيه التانيه وولفرهامبتون معاك لارسون الفيرود خليه برضه لسه. كل ده ما ننصحش مين يتباع ومين ما يتباعش. خش على الماتش اللي انا شايفه بالنسبه لي المفروض فرصه لنيو استون فيلا ان هم يبانوا بشكل احسن، وهو استون فيلا وبرينتفورد. اعتقد لو استون فيلا استغلوا الحاله الدفاعيه او الحاله السيئه عموما اللي برينتفورد كله على بعضه كنادي فيها، استون فيلا يقدروا يعملوا حاجه كويسه. لو معاك دبل ديجيت اي حد بقى، مينجز وواتكنز ومورجان روجرز ايا يكن، اثبت زي ما انت. انا عن نفسي معايا واتكنز، بل بفكر ان انا كابتن واتكنز. ارسنال وليدز برضه يوم السبت، انا ما اقتنعتش بارسنال قدام اليونايتد. جول من ركنيه من كالافيوري العادي بتاع ارسنال، مفيش اي جديد. حتى طريقه اللعب ما حسيتش ان ارسنال كانت اخطر. جوه كيرس لعب 60 او 65 دقيقه، ما حسيتش ان هو فارق او عامل فرق في اداء ارسنال. بالعكس انا شايف ان اليونايتد كان يستحل، لو ما كانش يكسب على الاقل كان يتعادل. بعدين عندك يوم الاحد كريستال بالاس ونوتنجهام، معاك حد من هنا خليه، معاك حد من هنا خليه.
لو معكش حد وعايز تحط عينك على كريس وود واي حد من دفاع كريستال بالاس واي حد من دفاع نوتنجهام. كريستال بالاس هتحط عينك على ماتيتا ومونزا فقط لا غير، ونشوف موقف ايزي لسه هيبقى عامل ازاي. ايفرتون وبرايتون، احنا ما اتكلمناش عن ماتش برايتون وفولهام، نسينا برايتون وفولهام. ماتش خلص 1-1. فولهام اتعادلوا في الدقيقة 95 أو 96. مونيز اللي جاب الجون، كان اسيست ويلسون. الناحية التانية في برايتون أعتقد الجون لو أنا فاكر صح كان الجون من ضربة جزاء تقريبا يعني. عايز تحط عينك على حد من برايتون خليك مع متوما، ويلباك ما بدأش أساسي أنا فاكر كويس من دي. الناحية التانية في فولهام في ايفرتون ايفرتون نشوف جريليش ما لعبش الماتش اللي فات بس كان دكة ونزل اعتقد. نفس القصة برضو، عايز تخلي عينك على حد من الدفاع او عينك على بيتو او لو حد في الروت جديد ظهر في ايفرتون. فولهام ومانشستر يونايتد، اعتقد ده ماتش مانشستر يونايتد يقدر يفرد فيه عضلاته اكتر، ومونيم يبدأ يعني يبان اكتر، يفرد اكتر، يقدر يكسب، يقدر يعمل نتيجة كويسة. حط عينك على زي ما قلت لك على دورجو من اليونايتد، تحط عينك على الثلاثة اللي قدام سواء مويمو او كونيا او حتى زيسكو. الناحية التانية في فولهام انصحك تخلي عينك مع ويلسون، لو مش معاك ما تجريش تشتريه، هو معايا وانا هسيبه زي ما هو في التشكيلة. الراجل عمل لي اسيست الماتش اللي فات فانا متشكر له جدا. واخر ماتش معانا الجولة اللي جاية نيوكاسل ليفربول. اعتقد الماتش ده ممكن يحسم صفقة ايزاك، يعني لو في حالة ان ليفربول كسبت نيوكاسل هتعقرب الصفقة اكتر ومفيش بيع. لو في حالة ان نيوكاسل كسبت ممكن تديهم ايزاك جرعان، وده طبعا كلام ملوش اي علاقة بالحقيقة، والله اعلم الدنيا هيحصل فيها ايه. هنروح نكابتن مين وما تكابتنش مين. تعالى نشوف كده مع بعض. معاك يا سيدي بالمر، اوبشن حلو كابتنه قدام ويست هام في الحاله اللي ويست هام كان فيها دي لو تشيلسي قدرت تستغلها. معاك عندك اوبشن لو عايز برضو، خلينا في المضمون الاول. واتكنز ممكن يبقى كابتن مضمون قدام برينفورد في الحاله الدفاعيه، في الحاله اللي برينفورد دفاعيه وحشين فيهم. ممكن تراهن على ساكا من ارسنال، هيلعبوا ليدز، اعتقد ماتش سهل بالنسبه لارسنال شويه. صلاح قدام نيوكاسل مش حاجه جديده، مع ان صلاح يعني انا من الناس اللي حاسس ان صلاح لسه ما جاش السنه دي، يعني حتى بعد الجون اللي جابه والمجهود اللي عمله السبرنت اللي فتحه في الدقيقه 93 او 94 وي بس لسه يعني مستني اكتر من صلاح، مع ان طريقه اللعب نفسها ما تنصفوش. طيب عايز ترسك شوية، عندك نوتنجهام كريس وود. الناحية التانية تقدر تعملها في مانشستر سيتي توتنهام، من هنا او من هنا، كابتن هالاند قدام توتنهام، كابتن قدوس قدام سيتي، يعني بس دي اعتقد اهم الحاجة اللي احنا كان ممكن نتكلم فيها او المفروض ان احنا كنا نتكلم فيها الجولة دي. مش لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل، لسه الجولة الجاية كتير. اهم حاجة زي ما بقولك ما تتسرعش، بلاش من بدري اوي تروح تبيع او تروح تشتري، اتقل تاخد حاجة نضيفة. متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، سيب لي كومنت، عندك سؤال، عندك اي حاجة محتاجها. اخوك هيما ودي قناتنا نلعب فانسي، واهلا بيكم.